مرحبا واهلا وسهلا فيكم معي مرة تانية بالمطبخ. اليوم رح اعمل وصفة هي عبارة عن سمك، صينية سمك بالفرن. بالنسبة لمقادير السمك بالفرن رح احتاج ل تقريبا 320 جرام فيليه سمك. انا استخدمت هون سمك التيلابيا، ممكن تستخدموا اي نوع سمك بتحبوه، سمك ابيض يكون من النوع اليابس. طبعا هون مغسولين ومنظفين وانا حطيتهم على ورق مطبخ عشان يمتص المي الزايدة. رح احتاج ل خبز طازة مثل هيك مقطع، رح افرمه بالفود بروسيسور. هدول الخبزات وزنهم تقريبا 72-73 جرام. نص كوب ورق بقدونس، اخذت بس الورق مغسول ومنظف. رح احتاج لنص ليمونة، رح اخذ قشرها ابرشه ناعم، ورح احتاج لعصيرها كمان. معلقتين كبار زبدة، عودين من ورق الزعتر الأخضر. إذا مش متوفر الأخضر ممكن تستخدموا زعتر ناشف ربع معلقة صغيرة. رح أحتاج لسنين تومة. رح أحتاج لصحن عشان أشوي فيه السمك مربع إزاز مثل هيك بايركس بقدر يدخل الفرن، وحطيت هون فيه تقريبا نص معلقة صغيرة زبدة علشان أدهن قاعه. ورح أحتاج طبعا لملح وفلفل أسود، ورح أحتاج كمان لفود بروسيسور علشان أفرم فيها الخبز. وهلأ رح تشوفوا كيف طريقة عمل سمك بالفرن. رح اخذ الخبز واحطه بالفود بروسيسور. رح افتفته شوي بس عشان يساعدها انها تفرم لي اياه. ما بدي انعمه كتير، يعني بدي اياه يكون مفروم فرم خشن. ممكن تستخدموا اي نوع خبز بايت عندكم، مش ضروري نوع خبز معين. رح احط الخبز على جنب هون بعد ما فرمته خشن، ورح افرم هلا البقدونس كمان فرم خشن، مش ضروري يكون فرم ناعم. هفرمه هو وورق الزعتر كمان. هاخد بس ورق الزعتر وافرمهم، ما رح اخد العروق. مثل ما قلنا لو ما عندكم زعتر اخضر ممكن تستخدموا الزعتر الناشف، تحطوا ربع معلقه صغيره بس، لانه نكهته بتكون اقوى من الزعتر الاخضر. رح اخذهم واضيفهم فوق الخبز عندي هون. اضيف شوية ملح خفيف، شوية فلفل اسود. رح اخذ الليمونة واخذ قشرها وابرشهم فوق الخلطة هاي. رح احطهم على جنب. رح اخذ سنين التومة واضغط عليهم هيك بس عشان اخلي العصارة تطلع منهم. هلا رح اخذ الزبدة هاي واسيحها على الغاز بس لحد ما تسيح، واول ما تسيح بنزل فيها سنين التومة هدول وبتركهم 5 دقايق علشان بدي الزبدة تاخذ نكهة التومة. رح ادهن الصحن اللي رح اخبز فيه السمك بالفرن بالزبدة، كمية وفيرة من الزبدة عشان ما يلزق بالقاع. طبعا انا هلا حميت الفرن على حرارة 400 وحطيت الرف بالنص. طريقة سريعة وكتير طيبة لعمل السمك وكمان صحية. رح اخذ قطع السمك واحطهم بعد ما نشفتهم منيح من المي. طبعا بدكم تاخذوا صحن يكون يوسع كمية السمك اللي عندكم. لو حبيتوا تضاعفوا، طبعا هاي المقادير بتكفي لشخصين، لو حبيتوا تضاعفوا المقادير كمان ل4 أشخاص بدكم 4 قطع، بتضاعفوا باقي المقادير بالتبعية. هاي عند الزبدة مثل ما انتم شايفين
ساحت، حطيت فيها سنين التومة. طبعا على طول طلعت ريحة التومة. رح اتركها هون شوي تبرد قبل ما استخدمها. عندي هون السمك. طبعا بعد ما حطيته بالصحن غسلت ايدي كتير منيح. دائما لما تتعاملوا مع سمك ناي لازم تغسلوا كتير منيح بعديه، لاني بدي امسك هلا الملح والفلفل، فعشان غسلت منيح. راح احط ملح وفلفل حسب الرغبة مثل ما بتحبوا. وما تنسوا انه انتم ملحتوا الخبز شوي، خلطة الخبز، فبدكم تنتبهوا انه ما تملحوا كتير هلا هون. انا بحب استخدم هذا الملح الخشن، خاصة اذا بدي اشوي اشي بالفرن، دجاج او سمك. وشوية فلفل اسود كمان حسب الرغبة الكمية. راح اضيف عصير الليمونة، نص ليمونة على القطعتين. طبعا حسب الرغبة، اذا بتحبوا ليمون طعمته كتير قوية. بس ما تنسوا انه كمان قشر الليمون اللي اخذناه راح يعطي نكهة كمان هون. فراح اخذ هون نص الليمونة واعصرها فوق السمك. كون هلا عندي صوص طيبة بالفرن بس يستوي السمك. ما بياخد كتير، 12 ل 15 دقيقة بالكتير بكون مستوي. هذا النوع من السمك كمان حتى شوفوا سمكه كمان قليل، فما بيستحمل بالفرن كتير. على حرارة 400 من 12 ل 15 دقيقة ماكسيموم بكون استوى عندي. راح اخذ الزبدة هذه عندي بردت شوي، واضيفها فوق الخبز واحرك. حركها على الكاميرا شوي. نحركها مثل هيك لحد ما تتخلط مع بعض منيح. راح اخذ نص الكمية هاي من الخبز والاعشاب واحطها فوق قطع السمك. حاول اوزعها بالتساوي على القطعتين. هاي كتير رح تعطي طعمة طيبة للسمك. حاولوا تخلوها كلها تيجي فوق السمك. هيك طبقنا صار جاهز يدخل على الفرن. مثل ما قلنا 12 دقيقة ل 15 دقيقة كافية. السمك عندي صار جاهز. شوفوا كيف وجهه تحمر. أنا بقدمه مع سلطة بقدونس مع طحينة. بحب أضيف لها كمان خيار وبندورة. السلطة سهلة وبسيطة، عبارة عن حبة بندورة متوسطة، حبتين خيار صغار، نص كوب بقدونس مفروم، معلقتين كبار طحينة، ربع كوب عصير ليمون حامض، معلقتين كبار مي، سن تومة مهروس، شوية ملح وفلفل أسود. وطبعا بنفرم الخضار كلها، وإذا بتحبوا كمان تضيفوا بصل أخضر ممكن. طيبة مع السمك المشوي بالفرن. صحتين وعافية، وبشوفكم بفيديو قادم. إلى اللقاء.